التليفون الكابتن احمد شوبير. مساء الخير يا كابتن. استاذ خالد مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. لو تقول لي اللي حصل يا كابتن، وهل فعلا حررت محضر بالواقعه، وايه اللي حصل بالظبط؟ اولا اللي حصل هدي لك بس شويه مفاجآت. وانا الحقيقه حزين على الاعلام المصري بالكامل اللي بيكتب الوقفه السلميه. مجرد اقتحام مدينه الانتاج الاعلامي ده مش سلمي يا استاذ خالد. مجرد الدخول قدام الاستوديو ده مش سلمي يا استاذ خالد. مجرد اقتحام الكنترول ومنع المخرجين من دخول مباشره عملهم ده مش سلمي يا استاذ خالد. مجرد الهتاف والسباب باخضع الالفاظ لكل اللي بيشتغلوا ده مش سلمي يا استاذ خالد. تمام. انا بكلمك وانا عندي تنبيهات او تحذيرات او يعني طلبات ان انا ما اعملش مداخلات لاي قناه من كل الناس بما فيهم اسرتي. وانا رفضت وقلت هتكلم في كل حته وهعلي صوتي. ولو فضل صوتي لوحده هيفضل صوتي لوحده يا استاذ خالد، عشان حضرتك تبقى عارف. صحيح. اللي حصل ان انا، والمفاجاه بس خد لك شويه مفاجآت كده، ان انا بقالي شهر بتلقى تهديدات بالقتل. تمام. وسب واهانه. ورحت الى مديريه امن الجيزه وعملت محاضر، ورحت الى اسم العجوزه وعملت محاضر، ورحت الى نيابه العجوزه وعملت بلاغات عند وليد بيه فكري. تمام. وطلع سبع قرارات بضبط واحضار 7 متهمين. وفي الاخر قال لك بلاش والنبي، عشان الظاهر الناس الكبار مش عايزينهم يجوا. انا بقول لك على الهوا اهو. الناس الكبار كلها سامعاني. مين الناس الكبار؟ ما اعرفش مين الناس الكبار يا استاذ خالد. او قال لك بلاش والنبي عشان العيال ما نستفزهمش اكتر من كده، يمكن بيهوشوا وبعد كده هيسكتوا. تمام. 4 مرات. تهديدات بالقتل ازاي يا كابتن احمد؟ يعني قتل هنقتلك يا احمد يا شوبير. تهديدات بالقتل، رسائل هنقتلك يا احمد يا شوبير. وتم التتبع وجابوا الارقام وجابوا الاسماء يا استاذ خالد، وطلعت اوامر ضبط واحضار. تمام. ولم تطبق ولم تنفذ. 7 تهديدات، 7 تليفونات ب7 تهديدات، وعندي 15 تهديد. اكتفينا ب7 منهم يا استاذ خالد. ما حصلش حاجه من دي على مدى شهر كامل، ولم يحدث شيء يا استاذ خالد. وبعدين بقالنا 4 ايام او 5 ايام الاولاد جايين النهارده، جايين بكره، جايين النهارده، جايين بكره. وعامل تنسيق للامانه برضه عشان ادي كل ذي حقه مع اللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزه الحقيقه، والراجل لا يدخر جهدا للامانه يعني. وبيبعت ناس معايا النهارده الساعه 2:30 بعضا من اهالي الشهداء هم اللي كلموني. قالوا لي يا كابتن احمد الالتراس رايحين لك النهارده وناويين لك على نيه سوداء، نرجوك ما تروحش يا كابتن احمد. تمام. كلمت كمال بيه الدالي، بدا يبعت ناسه عشان يبقوا موجودين. وبعد بالفعل قوات قدام البوابه بداوا في التواجد عند بوابه 2، وبعدين بداوا في التواجد عند بوابه 4، وبعدين بداوا في التواجد عند ميدان جهينه، وبعدين بداوا في التواجد عند منزل الدائري عشان يحاصروك من كل مكان. تمام. مقسمين نفسهم افراد، هنا 200 وهنا 200 وهنا 250، حوالي 1000 واحد موجودين. تمام. عشان منعنا من الدخول، منعنا من مباشره اعمالنا. سيد وزير الشباب امبارح قال لك ما تجوش ناحيه الالتراس، دول بيشيعوا البهجه والمحبه والجمال والوفاء، وانا هستقبلهم يوم الخميس. السيد رئيس الجمهوريه قال لك ما حدش يجي ناحيتهم. السيد رئيس الوزراء قال لك ما حدش يجي ناحيتهم. السيد المستشار القانوني رئيس الجمهوريه اجتمع معاهم واكلهم فطير وجبنه وعسل. ولما سالوه على شوبير وشلبي قال لهم اتصرفوا انتوا معاهم. هو قال كده؟ بيحصل. ايوه يا استاذ خالد، انا بقول لك وقائع. انا بقول لك وقائع يا استاذ خالد. كل ده بيحصل ولا حد بيتكلم. اقتحموا النادي الاهلي، لما تجيب بالصوت والصوره الاحداث اللي حصلت في النادي الاهلي يقول لك انت كذاب، لما تجيب شهود عيان يقول لك انت كذاب. يقتحموا اتحاد الكوره ويحطموا اتحاد الكوره، وتيجي النيابه وتاخد الفوارغ بتاع ضرب النار، والمحاضر موجوده والبلاغات موجوده، ولا يجرؤ احد على تنفيذ اي امر ضبط واحضار. تطلع على الصفحه الرسميه ليهم في النادي الاهلي ان هم اللي حطموا وهم اللي اقتحموا، ودي رساله. طب الكبار اللي انت بتقصدهم هو كمل والنبي يا خالد. طب معلش، الكبار اللي انت بتقصدهم هم اللي انت بتسولت عليهم دلوقتي؟ في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، في الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، في الدكتور اسامه ياسين وزير الشباب، في الدكتور محمد فؤاد جد الله مستشار الرئيس للشؤون القانونيه. انا حمايتي فين يا استاذ خالد؟ اسرتي اللي قاعده خايفه دلوقتي. اذا كنت انا ما بخافش، انا صدري مفتوح. انا الشرطه خدتني، هي اللي غيرت مساري. يعني الشرطه طلعت معايا من البيت، هي اللي غيرت مساري وطلعت بيا على واحد من الاقسام، ورحت عملت البلاغ هناك. مين اللي هيحميني؟ طب البلاغ انت وجهته لمين؟ يعني البلاغ اشتكيت مين في البلاغ؟ اشتكيت رئيس الجمهوريه، واشتكيت رئيس الوزراء، واشتكيت وزير الشباب، واشتكيت مستشار الرئيس للشؤون القانونيه اللي كان قاعد معاهم من 5 ايام. النادي الاهلي مش قادر ياخد موقف، اتحاد الكوره مش قادر ياخد موقف، الاعلام مش قادر ياخد موقف. الاعلاميين دلوقتي طالعين يقول لك دول كانوا سلميين، ده كانوا جمال.
دول كانوا حلوين، بس نحييهم ونسقف لهم ونغني لهم ولا يا استاذ خالد؟ وايه اللي بيحصل؟ واعلاميين كبار الحقيقه. وبعدين النهارده الاخ بتاع الحياه اللي جاي معاهم ويقول لهم اقعدوا هنا وكملوا هنا وخليكوا هنا وروحوا هنا، بتاع قناه الحياه؟ ايوه الاخ المراسل بتاع قناه الحياه اللي كان موجود معاهم يا استاذ خالد. هل ده ينفع يا استاذ خالد؟ هو ده وصلنا لهذه الدرجه؟ ايه ده؟ وايه الناس كلها هتفضل تسقف؟ وانتوا خايفين من ايه؟ خايفين من 1000 واد ولا من 2000 واد؟ في ايه يا جماعه؟ ده كتيبه امن مكان يقول لك جالنا تعليمات انه ما حدش يقابلهم ولا يكلمهم، يطلع نائب مدير اكتوبر يقول لك دول دخلوا بمنتهى الاحترام، اقتحموا بمنتهى الاحترام، ووقفوا بمنتهى الاحترام، وشتموا بمنتهى الاحترام، وسبوا بمنتهى الاحترام، ومشوا بمنتهى الاحترام. احترام ايه يا اخي؟ احترام ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ ايه الاحترام ده؟ فين الادب ده يا اخي؟ الواحد لا امن في بيته ولا امن في شغله، وبعدين مين المسؤول عن ان انا اتعطل عن شغلي وما اطلعش عن شغلي لمجرد وموقف المحطه عندك كان ايه يا كابتن احمد؟ يعني هل صحيح ان ظهرت ان هم حطوا انك بتعتذر عن الظهور؟ لا انا ما اعتذرتش عن الظهور، انا منعت من الظهور، وانا حررت المحضر بكده يا استاذ خالد. انا ما اعتذرتش، انا كنت مكمل حتى النهايه، لولا رجال الامن صمموا ان انا ما اروحش الاسم، لانه ما اروحش القناه، ما اروحش المدينه، لان قالوا الوضع صعب جدا والاولاد اقتحموا المدينه وخدوني، وصممت ان اروح الاسم اعمل بلاغه يا استاذ خالد. طب هل حد من قيادات المحطه يعني اتكلم مع حضرتك انك تخفف شويه؟ لا انك تخفف شويه على الالتراس وتخفف انتقاداتك على الالتراس وكده؟ الحقيقه ما حدش بيدينا توجيهات في المحطه، احنا بنعمل بحريه بالغه، محدش بيدينا توجيهات طالما لا نزيف الحقائق وطالما بنقول الحقيقه كامله. لكن الحقيقه بتوجع اليمين دول يا استاذ خالد، انا ما تجاوزتش، انا بقول انصاف الحقيقه مش كل الحقيقه كمان عشان حضرتك تبقى عارف، وبوضح الامور للناس كلها. انا حمايتي مسؤوليه السيد رئيس الجمهوريه، مسؤوليه السيد رئيس الوزاره، مسؤوليه السيد وزير الشباب اللي بيصرح بيقول لك البهجه والمحبه والالفه، سيد مستشار رئيس الشؤون القانونيه. انا النهارده استثنيت وزير الداخليه لان رجال الامن كان لهم دور محترم، طلعوا معايا من البيت وخرجوا معايا وحولوا المسار بتاعنا، وهم يعني لحقوا ممكن كارثه، لان انا شخصيه عصبيه جدا وما بيهمنيش لو حتى 10,000 واقفين لو هدفع حياتي، ربنا لكن كان لهم دور الحقيقه، اعتقد انه كان دور على الاقل طيب معايا، فاستثنيت وزير الداخليه من هذا البلاغ. لكن ده بلاغ وانا متمسك بيه، وهقول لك كمان اهو بكره الصبح انا طالع على نيابه العجوزه، هكرر نفس البلاغ من جديد، ومبابه مليانه من التراس اهلاوي، انا بقول لك على الهوا اهو، واذا حصل لي حاجه السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزاره والسيد وزير الداخليه والساده القيادات هم اللي بيتحملوا مسؤوليتهم في حمايتي وحمايه افراد الشعب المصري اللي احنا متروعين دلوقتي. انا اولادي قعدوا 3 ساعات من الرعب، اللي بقول لك كانوا بمنتهى الادب، قعدوا من الساعه 4:30 لسه من نص ساعه بس مروحين 3 ساعات محصرين العاملين عندنا في القناه ومقعدينهم جوه يا خالد. هل ده ينفع؟ هل ده بقول لك اصله بادب وباحترام؟ بيسبني بس بادب، بيضربني بس بادب، وبعدين يدخل يملي شروطه على القناه، شوبير ما يطلعش ومدحت شلبي ما يطلعش، بكره انت مش هتطلع، وبعده عمرو اديب مش هيطلع، وبعده وائل الابراشي مش هيطلع، وطول ما احنا شغالين بنطبطب وندلع ده مش هنطلع، والناس مش هتشتغل. انا حابب النهارده يركبوني عربيه شرطه، عربيه بوكس عشان اخش المدينه، قلت لهم يدخل بعربيتي يا مش داخل، وبعدين قالوا الاقتحام تم. طب انت ليه بتفسر بايه عدم اتخاذ الاجهزه اي قرار ضد الالتراس؟ دول ابناء الثوره اللي كانوا موجودين بالشماريخ والصواريخ، اللي نجدوا الثوره، اللي واحد بيقول لك امبارح ده دول ابطال موقعة الجمل، ولا كانوا موجودين في موقعة الجمل ولا يعرفوا حاجه، نزلوا 4-5 ايام في الاخر بالشماريخ والصواريخ، وفرحه وسعاده وبهجه لما الدنيا بانت، لانه في انتخابات قادمه برلمانيه قادمه، لانه في مظاهرات قادمه، لانه في اجندات قادمه، فهنحتاج ولادنا وحبايبنا بوضوح شديد جدا. دول لفه ودوران، الارزاق على الله خلي بالك، والقصه مش فارقه معايا، الرزق بتاع ربنا والعمل بتاع ربنا، لكن انا هعيش مره واحده، يا هحياها كريم بس خد بالك ان يا اما مش عايزها. وجود الالتراس، معلش، في وجود الالتراس في الثوره كان ظاهر من الاول، يعني دي قصه ثانيه، لان هم مش اول يا خالد. اني اول؟ لا من اول، ده من جمعه 28 هم كانوا اساس. لا معلش بختلف معاك جدا، معلش يعني خلينا نختلف مع بعض في دي، ده رايك واحترمه، ورايي انا كمان انا اعتقد ان انا على صواب فيه، دي مش قضيه بالنسبه لي، مش القصه بالنسبه لي، حتى لو الثوره اللي عملها اولادها المحترمين اللي اختفوا دلوقتي، اللي ولا واحد منهم استفاد، اللي استفادوا من الثوره اللي ما قاموش بالثوره. طيب انت في نيابه العجوزه بكره برضه هتكرر نفس البلاغ بنفس الاتهامات؟ نفس البلاغ ونفس الاتهامات، وييجوا هل ما انت مش متعرف على حد من اللي كانوا بعتوا لك رسائل التهديد دي؟ مش متعرف على حد فيهم؟ الارقام موجوده هناك وعملت تتبع وجابوا اسمائهم، وبعدين ما قيادات الالتراس اللي كانت موجوده النهارده في المدينه، مش عارف كريم وعبدينيو وادريس وريشه وكفته
ومش عارف وات ايفر، ولا ادي الاسماء اللي بيقعد بقى معاها مستشار رئيس الجمهوريه، اللي بيقعد معاها الناس كلها يا استاذ خالد. ادي اللي بيحصل يا استاذ خالد. كابتن احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا وعلى المداخله. والحقيقه انا بكرر انه رغم احترامي للالتراس عموما وتعاطفي الكبير مع كتير من اللي بيعملوه، الا ان اقتحام المدينه ومنع اعلامي من ظهور